طلعت لك في راسك الباستا بالطريقه اللي كتعدلها بها دائما؟ جرب معايا الوصفه اللي غنشارك معاك اليوم، كتجي فيها لذه معتبره سهله ودغيا كتوجد. سجلوا الوصفه عندكم باش تعدلوها. اول حاجه غنشرمل الكفته بالتوابل اللي غنخلي لكم مكتوبين اسفل الفيديو. كنضيف المعدنوس لا موطارد وكنخلط هذا الشيء هذا مزيان وكنشكلوا منهم مكويرات اللي كيكونوا مقادين. وفي مقيله على نار كنعمل معلقه كبيره ديال الزبده، كنقلي فيها هذيك الكويرات ديال الكفته بهذه الطريقه هذه حتى كيتحمروا كاملين. من بعد كنهزوهم وفي هذا الاثناء كنوجدوا الصلصه ديالنا اللي كنحتاج لها كريمه الطبخ من اولى اللي كتعطيها تعليكه مزيونه بزاف، وكنزيد عليها الابزار والثوم مجفف. كنخلي الكريمه تسخن شويش وكنضيف له هنا جبن تشيدر. كنخلط هذا الشيء هذا نخليه يغلى غير واحد شويه وكنطفي عليه. وفي نفس المقيله اللي طابت فيها الكفيته كنزيد بصيله، المليحه، الثوم مجفف، الابزار. كنقلي ديك البصيله حتى كتنزل في مره، وعاد كنضيف اي نوع ديال باستا كيعجبكم تقدروا تزيدوه. طبعا اللي كتكون مسلوقه في الماء مليحه وشويه ديال الزويته دلديه. كنخلطها مع البصيله ومع الدم اللي طابت فيه الكفيته، وعاد كنزيد عليها الصلصه. كنغرقوها بحال هيدا وكنخلط وداك الشيء كيتعلق مع بعضياته. النار كنعملها تكون هاديه في مره. في الاخير كنحط الكويرات ديال الكفته، الجبن مبشور، شيشه ديال المعدنوس. انا متاكده اذا جربتوها ترجع عندكم ادمان.